المشكله بقى بتحصل لما، وده عندنا كلنا، لما التشايلد الطفل بيبقى بيلوم اهله على حاجه. لما الطفل بيلوم الام او الاب على حاجه، لازم الام والاب يبقوا ديفنسيف، لازم يبقوا واخدين موقف دفاعي. فعمرهم ما هيقولوا له الكلام ده. هيقولوا له دايما انت اللي غلطان، انا اديتك اللي انت مش تمر فيك، انا عملت كل حاجه مش... بس ما فيش فيه الشعور اللي جاي من جوه. ليه؟ عشان خاطر هم بيلاموا. انما لما انا بطلب من اهلي، لما انا بقول لاهلي على اللي انا كنت عايزه مش اللي هم اثروا فيه، او ان انا كنت احب انهم يكونوا اقرب، الدينامكس بتتغير. عشان كده دايما وانا بتكلم بقول مهم قوي الطريقه اللي احنا بنعبر بيها لاهالينا عن الحاجه اللي احنا عايزينها. لما بنلومهم او بنعمل لهم اتهام، عمرهم ما هيبقوا ابولوجيتك. وفي ناس طول عمرها مستنيه ان ابوها او امها يجوا لهم انا اسف، هو مش هيجي يقول طول ما انت بتلومه. عشان كده دايما الحل ان انت تبص على الداينامكس اللي الام دي جت منه. الام دي جت منين؟ جت مع علاقه مع امها وعلاقه مع باباها فيها حاجات، فهي خدت الحاجات دي وبتحاول تديك منها اللي هي شايفه ان هو صح. بغض النظر انا عارف اللي ورا عمل ايه وما عملش ايه، مجرد انا اكنولج انها بالظبط تعمل حاجه بناء. لان احنا عمرنا ما هنعرف، يعني ان في تفاصيل. يعني انا لما بطلب من الناس ساعات، مثلا الناس بتجيلي بقول لهم اعملوا اكسرسايز ان انتوا اكتبوا اسم امكم واكتبوا اسم باباكم في ورقه، واكتبوا كل الحاجات اللي هم مروا بيها في حياتهم لغايه ما خلفوكم. هنعرف كام حاجه؟ 5 حاجات، 10 حاجات. هم بقى لهم 35 سنه او 30 سنه قبل ما يخلفوهم. فالخمس حاجات دول does not encapsulate الحياه، مش هتعرف الحياه. فاحنا ما نعرفش حاجه عن اهالينا. احنا بس شايفينهم بشكل في قدسيه او في الوهيه، وهم الحقيقه مش كده، هم بني ادمين. فاحنا محتاجين بس نعرف ان اللي احنا نعرفه ده حاجه صغيره قوي. من معرفتنا ان الام لو كان عندها مشاكل مع الام دايما هتاثر على علاقتها بالاولاد مثلا. عشان كده لما الناس بتجي لي بقول لهم اعملوا اكسرسايز وتعالوا اشرح لكم معنى كده ايه. بيكوز ده بيفرق كتير. لازم احنا نشوف اهالينا دايما من خلال علاقتهم باللي وراهم. اي سؤال؟ اي سؤال؟ ثانك يو.